أغرب 7 معجزات في خلق الحمار الوحشي هتخليك تعرف اللوحة الربانية اللي حيرت العلماء وليه ربنا وصفهم بالحمر المستنفرة. رقم 7، خطوط كل حمار وحشي زي بصمة الصباع، مفيش 2 شبه بعض، ربنا خلقها له كبطاقة شخصية وسط الزحمة. الخطوط دي مش للزينة، دي بتعمي ذبابة التيسي تيسي والناموس كمان وتمنعهم ينزلوا على جسمه، فبتحميه من الأمراض الفتاكة. وكمان الأبحاث كشفت إن الخطوط الهندسية دي بتعمل تيارات هواء بسبب اختلاف امتصاص اللونين الأبيض والأسود للحرارة. اللون الأسود بيمتص الحرارة والأبيض بيعكسها، وده اللي بدوره بيبرد جسمه في شمس أفريقيا. ووقت المطاردة بقى الخطوط دي بتعمل ظاهرة اسمها زغللة الحركة. الأسد بيشوف خيالات متداخلة فما بيعرفش يحدد أول الحمار من آخره ولا اتجاه حركته. رقم 6، الحمار الوحشي بيتكلم بودانه، لو ودانه مفروضة لورا يبقى متعصب وجاهز للهجوم، ولو ودانه باصة لفوق يبقى مبسوط ومرتاح. رقم 5، الحمار الوحشي عنده رفسة رجل خلفية ممكن تكسر فك الأسد وتشل حركته فورا. ربنا وهبه عضلات في رجليه قوية جدا ورد فعل سريع كأنه نينجا. رقم 4، لما الأسد بيقرب منه الحمار الوحشي مش بيجري في خط مستقيم لأنه هو عارف إن الأسد أسرع منه، لكنه بيجري بطريقة الزجزاج يمين في شمال بسرعة رهيبة. الحركة دي بتخلي الأسد يفقد توازنه وما يقدرش يتوقع الخطوة الجاية فبيفشل في الصيد. والحمار الوحشي ما بينامش بعمق وهو نايم على الأرض إلا في حالات نادرة جدا، ربنا خلقه يقدر يقفل مفاصل رجليه وينام وهو واقف. والأعجب إن القطيع بيعمل نبطشيات، شوية يناموا وشوية يفضلوا صاحيين يحرسوا الباقي كأنه نظام عسكري. سبحان الله. رقم 3، الحمار الوحشي بياكل أعشاب ناشفة جدا وده بيبرد الأسنان بتاعته وياكلها، علشان كده ربنا خلق له أسنان بتكبر طول العمر، يعني كل ما أسنانه تتبرد من الأكل تطول تاني من الجذور علشان ما يموتش من الجوع. وصوت الحمار الوحشي مش نهيق زي الحمار العادي، الحمار الوحشي صوته ميكس غريب ما بين نباح الكلب وصهيل الحصان. بيستخدم الأصوات دي علشان ينبه القطيع لو شاف فهد أو أسد مستخبي في الشجر. سبحان الله. رقم 2، لو في فرد من القطيع اتصاب أو كبر في السن القطيع كله بيبطئ سرعته علشان يفضل معاه. ولو الأسد هجم على مهر صغير الأم والأب بيعملوا دايرة حماية وبيهجموا على الأسد بأسنانهم ورجليهم علشان ينقذوا ابنهم. والأغرب بقى إن مفيش أي إنسان في التاريخ قدر يركب حمار وحشي أو يروضه زي الخيل. وأخيرا رقم 1، المعجزة الكبرى إن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الحمار البري واللي هو يشبه الحمار الوحشي حاليا علشان يصور لنا مشهد قمة في الدقة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الإعجاز هنا في كلمة مستنفرة. القرآن ما قالش خايفة أو هربة، قال مستنفرة يعني في حالة تأهب قصوى، كأن كل خلية في جسمها شادة نفسها للهرب. وده بالظبط اللي العلم اكتشفه، إن الحمار الوحشي من أكتر الحيوانات يقظة وانتباه، حواسه دايما مستنفرة لدرجة إنه بيشم ريحة الأسد ويسمع حركته من مسافات بعيدة جدا قبل حتى ما يظهر. وفي النهاية صلوا على الحبيب.